فهاد العصر اللي ولات فيه الحياة سريعة بزاف ومليئة بالتشتيت، ولا صعيب على الإنسان يركز على حاجة وحدة مدة طويلة. كتلقى راسك تشوف الهاتف، كتبدل التطبيقات، كتخرج وكتدخل من أفكار مختلفة، وفي الأخير كتحس أنك خدام طوال اليوم ولكن بلا نتيجة حقيقية. هذا المشكل اللي ماشي مرتبط بقلة المجهود ولكن بطريقة الاشتغال نفسها. وهنا كيجينا كتاب العمل العميق Deep Work ديال الكاتب كارل نيوبورت، اللي كيعالج هذه القضية بطريقة واضحة. التركيز العميق هو المهارة اللي كتميز الناس الناجحين في هذا العصر. الفكرة الأساسية اللي كينطلق منها الكتاب هي أن العمل العميق هو عمل كيتم فيه التركيز الكامل بلا أي تشتيت، وكيكون فيه الهدف منه إنجاز مهام صعيبة ومعقدة كتحتاج منا تفكير مركز. في المقابل كاين مصطلح آخر اللي هو العمل السطحي، اللي هما المهام البسيطة والمتكررة اللي ما كتحتاج مجهود ذهني كبير ولكن كتضيع الوقت والطاقة. المشكل اللي كيعاني منها أغلب الناس اليوم هي أنهم عايشين وسط هذا النوع الثاني ديال العمل، وبالتالي كيبقى الإنتاج ديالهم محدود رغم أنهم كيحسوا أنهم مشغولين طوال الوقت. الكاتب كيبين أن العمل العميق عنده قيمة كبيرة في السوق اليوم. مثلا الشخص اللي كيخدم على مشروع معقد في ساعة واحدة بتركيز كامل يقدر يحقق نتائج أفضل من شخص آخر يقضي يوم كامل مشتت بالإيميلات والرسائل والتشتيتات الصغيرة. حتى في الحياة اليومية طالب كيقرأ ساعة بتركيز كامل يفهم أكثر من واحد كيقرأ ساعة طويلة ولكن كل مرة مشتت في حاجة. هنا كنلاحظوا أن الفرق ماشي في عدد الساعات ولكن في الطريقة اللي استخدم فيها كل واحد التركيز دياله. ومن جهة أخرى العمل العميق ولا قليل بزاف، حيث البيئة اللي ولينا عايشين فيها ولات مصممة باش تشتت أفكارنا. الهاتف الذكي فيه بزاف ديال التطبيقات وكل وحدة كتحاول تشد الانتباه ديالنا. إشعارات، الفيديوهات القصيرة والرسائل وغيرها كلها كتقطع عليك التركيز بشكل مستمر، وهادشي كيخلي الدماغ ديالنا يولف ويتعود على أنه يولي مشتت وكيولي صعيب عليه يبقى مركز لمدة طويلة. في هذا الفصل الكاتب كيبين لنا أن العمل العميق ماشي غير وسيلة للإنتاج ولكن حتى مصدر للمعنى والرضا النفسي. ملي الإنسان كيخدم بتركيز كيكمل المهمة الصعبة ديالو كيشعر بالإحساس ديال الرضا الإنجاز الحقيقي. لكن ملي كيقضي نهار كامل مهام صغيرة ومشتتة كيحس بالفراغ وعدم الرضا. باش نطبقوا الأفكار ديال الكاتب خاصنا نتبعوا قواعد عملية في الحياة اليومية ديالنا. وأول قاعدة هي العمل بعمق، يعني أنك تخصص وقت محدد في النهار ديالك يكون فيه تركيز كامل فقط على مهمة واحدة بلا تشتيت. ماشي تخدم شوية وتحبس وترجع للهاتف، ولكن تعطي راسك فترة مركزة ولو إلا كانت غير ساعة. غادي تكون النتيجة ديالها أكبر من نهار كامل ديال العمل المشتت، حيث الجودة هنا أهم من الكمية. من بعد كيجينا مفهوم مهم هو تقبل الملل، حيث بزاف ديال الناس ما كيقدروش يبقاو حتى دقائق بلا ما يشدوا الهاتف ديالهم، وهذا كيخلي العقل ديالهم يتعود على الهروب من أي لحظة هدوء. ولكن إلا تعلمتي تصبر على الملل
وخليتي عقلك يرتاح بلا تشتيت، غادي تكون قويتي القدرة ديالك على التركيز مع الوقت، وغادي تولي قادر تدخل في حالة ديال التركيز العميق بسهولة أكثر. ومن جهة أخرى كيهضر الكاتب على ضرورة التعامل بوعي مع وسائل التواصل الاجتماعي، ماشي تستعملها بشكل عشوائي، ولكن تسول راسك واش فعلا كتضيف ليك قيمة ولا غير كتضيع الوقت ديالك، حيث الاستعمال الزائد أو غير المفيد لهذه الوسائل كيأثر مباشرة على التركيز، وكيخلي العقل ديالك ديما مشتت وما قادرش يركز على الحوايج المهمة. وفي الأخير كيجينا دور تقليل الأعمال السطحية، وهي المهام اللي كتبان مهمة ولكن في الحقيقة ما عندها حتى تأثير كبير، بحال كثرة الإيميلات أو المهام الصغيرة اللي غير كتعمر بها الوقت. الفكرة هنا هي أنك ما تخليش هاد الأمور تسيطر على نهارك، ولكن تركز على القليل من المهام المهمة اللي فعلا غادي تعطيك نتائج، حيث النتائج ما كتحققش بكثرة النشاط ولكن بجودة التركيز على الحوايج اللي عندها قيمة. في الأخير يمكن أي واحد يجرب هذه الفكرة بشكل بسيط، ساعة واحدة فقط في اليوم، بلا هاتف، بلا إشعارات، بلا أي حاجة اللي غتشتت لك التفكير ديالك، والتركيز يكون فقط على مهمة واحدة. مع الوقت غادي يبان فرق كبير، وغادي تتأكد أن المشكل ماشي في قلة الوقت ولكن في طريقة استعمال التركيز ديالنا. إلا وصلت لهنا في الفيديو، الفكرة الأساسية ديال الكتاب هي أن النجاح كيعتمد على القدرة ديالك على التركيز بعمق بلا تشتيت في مهام أخرى، واللي قدرتي تبعد على التشتيت وتخدم تركيز غادي تنجح أكثر وتفوق على بزاف ديال الناس. وإلا عجبك هذا النوع ديال الفيديوهات دير لايك، سبسكرايب، فعل الجرس، حيث الفيديو الجاي غادي يكون على كتاب آخر يقدر يبدل لك حياتك.